نور من مكة، حيث يفيض النور ليصل لقلبك. هل جربت مرة تكون كريم في وقت كنت فيه محتاج؟ أحيانا الحياة بتخلينا نضطر نمسك بإيدينا، نحسب كل قرش ونخاف نعطي، مش لأننا بخلة لكن لأننا تعبنا. لكن هل جربت يوم تدي وانت مش منتظر رد؟ هل جربت تكرم لمجرد ان الكرم بيطهر قلبك؟ الكرم مش بس عطاء مال، الكرم انك تدي من وقتك، من حبك، من دعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة في الكرم، مش بالكلام، بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بطمأنينة من وثق بالله، لا بما في يده. جاءه رجل فقير يقول: يا رسول الله، إني جائع. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا الماء، فقال لأصحابه: من يضيف هذا الليلة؟ فقام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى بيته، وما كانش عنده في بيته طعام إلا لأطفاله الصغار. فقال لزوجته: نومي الصبية وأطفئي السراج وقدمي الطعام للضيف. وفي الصباح قال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكم بضيفكم الليلة. الكرم كان في قلوبهم قبل موائدهم. وجاءه رجل آخر يسأله شيئا، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته فلم يجد شيئا إلا قميصه الذي كان يلبسه، فنزعه وأعطاه إياه. فقال الرجل متأثرا: ما رأيت ولا أرى الناس مثلك يا رسول الله. كان يعطي كما يعطي الملوك، لكن بقلب العبد الودود. بعد غزوة حنين جاء الناس يطلبون من الغنائم، فأعطى صلى الله عليه وسلم قريش عطاء عظيما، حتى قال الأنصار في قلوبهم: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا. فجمعهم وقال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ فبكوا وقالوا: رضينا بالله ورسوله قسما. كرمه صلى الله عليه وسلم ما كانش ماديا، بل كرم في المحبة والوفاء والعاطفة. قال صلى الله عليه وسلم لبلال يوما: أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لأن العطاء في طريق الله لا ينقص، بل يفتح أبوابا لا يراها إلا المؤمنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الكرم ليس فقدانا للمال، بل مضاعفة للبركة. وفي كل سجدة كان صلى الله عليه وسلم يذكر أمته، يقول: يا رب، أمتي أمتي، فيبكي، حتى يقول الله لجبريل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. كرمه تجاوز الأرض حتى وصل رحمة إلى السماء. هل في يوم أعطيت إنسان شيء ورجعت وشعرت إنك أنت اللي كسبت؟ اكتب لنا في التعليقات تجربتك، واشترك في نور من مكة لتكون من أهل النور والعطاء.